السر ديال تحضير البتي بان اللي ما كيقولوا لك حتى واحد. اليوم غادي نشارك معك طريقه ناجحه 100%. كلشي غادي يحسبهم واش شريتيه مورق خفيف ولذيذ بزاف. غنوضع جميع المكونات في اناء ديال العجن، ممكن تعجنوا بيديكم. كنستعمل الماء يكون مثلج ولا مكلاصي. نعجنها 10 دقائق، نزيد عليها الزبده ونكمل العجن ونخليها في الثلاجه تبرد. كنجيب من بعد زبده التوريق، نحاول انني نطلقها هكا على شكل مستطيل ونخليها 5 دقائق في الثلاجه. ناخذ العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت نص ساعه في الثلاجه، نطلقها ونحيد الزائد ديال الدقيق، ندير فيها داك الزبده ديال التوريق في الوسط، نطويها بحال شكل ديال المسمنه ونطلقها هكا بالطول والعرض. كنحيد دوك الجوانب اللي ما واصلهمش الزبده وكندير تور دوبل بهذه الطريقه هذه. من بعد كندور العجينه ديالي في البلاصه بلا ما نريحها، نطلقها مزيان وكندير لها تور سامبل صافي. كنكون ساليت نقسمها على جوج ونديرها في الثلاجه مده ديال ساعه. من بعد كنرش الدقيق ونبدا كنطلقها وكنعطيها الطول اكثر من العرض. كنستعمل داك الباطوني ديال الشوكولا كعبار باش نقطع، ندير جوج قطع ونلوي وندير جوج قطع اخرين وبحال هكا كنلوي بلا ما نزير. نحط البتي بان في اللاطه، نضغط عليه غير واحد شويه ونخليه يخمر. من بعد كندهنو بالبيض مع الحليب. كندخلو الفران مسخن مزيان على 190 درجه حتى ل 200، وننزل الحراره حتى ل 170 اولا 160 باش كيتقرمش ليا على خاطرو يجيني محمر وزوين بهذا الشكل. وبالصحه والراحه كيجي هائل.